كاس العالم خلص. الجمله دي لوحدها غريبه لاننا من كام اسبوع بس كنا بنعد الايام عشان البطوله تبدا، مستنيين اول ماتش، اول جون او اول مفاجاه. في لحظه لقينا نفسنا في اخر ماتش، اخر صفاره واخر احتفال واخر مره نشوف فيها الكاس وهي بتترفع. 48 منتخب، 104 ماتش، 308 جون، بطوله كامله. كل جون فيها كان ممكن يغير حكايه منتخب. جون بيطلع فريق، او جون بيوصل فريق للدور اللي بعده، جون بيحول لعيب لبطل او يخلي الناس كلها تفتكر غلطته لسنين قدام. وده جمال كاس العالم، تدخل كل ماتش وانت مش عارف هتخرج منه بايه. في الاخر اسبانيا هي اللي رفعت الكاس، بطلة العالم للمره الثانيه في تاريخها. 120 دقيقه في النهائي قدام الارجنتين، نتيجه 0-0 لحد الدقيقه 106. فران توريس جون واحد بس كان كفايه يكتب اسبانيا بطله العالم. والاغرب اسبانيا استقبلت جون واحد بس طول مشوارها في بطوله فيها 308 جون. الدفاع كان هو البطل الحقيقي، كان هو كاتب التاريخ. كيليان امبابي 10 تجوان، هداف كاس العالم. ليونيل ميسي 8 تجوان و4 اسيست في سن ال 39 بيخلي العالم كله يتكلم. انجلترا وفرنسا في ماتش الثالث والرابع كانت يمكن تكون ميداليه برونزيه، لكن نتيجه 6-4 قدموا لنا مهرجان اهداف. ومصر كانت جزء من الحكايه. ماتش الارجنتين 3-2 على الورق طبعا الارجنتين اقوى، لكن الكوره عمرها ما كانت بالورق ولا بالارقام. مصر قاتلت وقاومت، خلينا منتخب من اقوى منتخبات العالم يفضل ندي لينا لغايه اخر دقيقه. في الاخر الارجنتين كسبت، لكن حكايه الخساره مش معناها ان انت كنت وحش ولا انك كنت ضعيف، بالعكس معناها ان انت كنت قريب جدا جدا من تحقيق حلم انك تكسب بطل العالم. 48 منتخب اتنافسوا، لكن بعد سنين مش هتفتكر كل ال 104 ماتش ولا ال 308 جون، هتفتكر لحظه انت كنت قاعد فيها فين او تتفرج مع مين. هتفتكر جون خلاك تنط من مكانك، او صفاره ماتش نيمت بلاد كامله زعلانه. وده هو كاس العالم، شهر في حياتنا بنعيشه كل 4 سنين مره، بس بنفتكره العمر كله. الرحله دي كنا معاكم فيها من اول صفاره لحد اخر صفاره. سافرنا امريكا ورا المنتخب، نقلنا لكم الفعاليات والاجواء. شكرا لكل واحد تابعنا، لكل واحد عاش الرحله دي معانا ودعمنا. دي كانت كاس العالم 2026 في امريكا، ودي كانت حكايتنا. البطولات بتنتهي والارقام بتتنسي، لكن الذكريات بتفضل، لان كره القدم مش بس 90 دقيقه، كره القدم حاجات بنعيشها مره وبنفضل فاكرينها العمر كله.